لعنة بيت رقم 73. القصة اللي اختفت من أرشيف الإسكندرية ومحدش عرف يفسرها، من سلسلة اللغز الأخير. شارع ضيق في منطقة محرم بيك بالإسكندرية، بيت قديم اسمه بين الناس، بيت رقم 73. بيت محدش بيجرأ يعدي قدامه بعد نص الليل لحد النهاردة، لأن في ناس بتقول إن الباب بيتفتح لوحده كل يوم 11 فبراير الساعة 2:17 دقيقة بالظبط بعد نص الليل، نفس التوقيت اللي حصلت فيه أول حادثة موت غريبة جوه البيت من 73 سنة بالظبط. القصة بدأت يا سيدي سنة 1952 بعد حريق القاهرة بأيام قليلة قوي. كانت العيلة اسمها عيلة الفخري لسه راجعة من رحلة اتلغت بسبب الأحداث والأجواء. الأب يوسف الفخري تاجر آثار معروف، اشترى البيت ده في مزاد من الحكومة. البيت كان تابع لتاجر يوناني مات فجأة، والناس ساعتها قالوا إن البيت ده ملعون. بس يوسف ما صدقش الكلام ده ورماه من ودنه لحد الليلة اللي اختفى فيها ابنه الوحيد كريم، كان عنده ساعتها 11 سنة. الشرطة قالت إنه وارد كبير أوي إنه خرج يلعب ومرجعش، لكن لما جم يفتشوا بتدقيق شوية بشوية لقوا حاجة غريبة جدا في الدور التحتاني، باب حديد صغير مقفول بسلسلة قديمة جدا، وراه سلم بتنزل لتحت، مكان ما كانش حد يعرف إنه موجود أساسا، واستبعدوا اللي هو كان نزل عشان الباب ما يتجنزر. بس بعد الحادثة دي بشهر البيت اتقفل والعيلة سابت اسكندرية كلها ومشيت. لكن في 1973 لما الحكومة بدأت ترمم المنطقة، المهندس محمود البنا قال عايز أعرف البيت ده اللي بيدور فيه، فحب نزل في الدور السفلي ده بنفسه. كان معاه ساعتها شريط بيسجل كل حاجة كاسيت، الشريط ده كان آخر حاجة اتقال فيها إنه سجلها قبل ما يختفي هو كمان. كل اللي اتقال بعدها إن صوت آخر، يعني صوت في الكاسيت كان بيقول نفس الجملة وتتكرر: هو راجع، هو لسه هنا، هو راجع، هو لسه هنا. بعدها نفوت سنين نوصل 1999، بيت رقم 73 اللي كلنا عارفينه اتباع لعيلة جديدة، كانوا مكونين من 4 أشخاص: الأب سامح، الأم فريدة، والولدين كريم ومازن. أول أسبوع عدى كان طبيعي جدا لحد يوم سمعك شاطر 11 فبراير الساعة شاطرة 2:17 دقيقة، الكهرباء قطعت في الشارع كله، والبيت الوحيد لوحده اللي كان منور. الجيران كانوا عمالين يسمعوا صريخ وتكسير